الفيلم كيبدا في الاحياء الهمشيه ديال الهند. كنتعرفوا على انكوش، دري صغير كاع الدراري اللي في اللاج ديالو كيعيطوا ليه داون ودايرينو هو القائد ديالهم. داون والدراري صحابو كيدوزوا النهار ديالهم غير في السرقه، ما كاين غير السيكان والسناسل والتليفونات، واللي جاش في يديهم ما كيزقلوهاش. هاد السرقه وهاد الشيء كيديروها باش يدبروا على ما ياكلوا ويدوخوا الراس. واحد الليله وهما كياكلوا في الزنقه شافوا واحد الراجل كيتعدى على مارشو. السيده قررت تهز بنتها وتلبس جلابشه وتخرج من الدار، ولكن راجلها تبعها وبدا كيهدد فيها. هنا داون ما قدرش يسكت، واخا تشوفوا داون شفار كيسرق السيكان ولكن قلبه فيه الانسانيه. وقف بيناتهم وقال لهم منعلوا الشيطان، ووقف الراجل عند حده وقال ليه نهار تحط يدك عليها غنصلح والديك. لغد ليه داون وصحابو جالسين فوق السكه ديال التران كيدوخوا الراس. داون ضرب على واحد خونا ضارب قويميجه وماشط الشعر وكيدير فيه واحد الشوفات ما هماش. داون طلع ليه الدم ومشى عنده شدو من القميجه اللي عاجباه، قال ليه غتهبط عينيك ولا غنصلح والديك. سامبيا تا هو ما كيتصراتش، عيط لصحابو وناضت الروينه. داون ما هبطش عينيه، هز يدو تا هزه ويصرفق واحد من رجال سامبيا ومشى كيجري. سامبيا والرجال ديالو تبعوا داون حتى لوسط البرارك، ولكن تما حبسهم واحد الراجل كبير سميتو فيجي هو مدرب كرة القدم قريب يتقاعد. فك بيناتهم الصداع وسولهم على المشكل. داون جاوبوا باللي غير صرفق خاينه حيت كان كيشوف فيه. فيجي بقى كيشوف فيهم وفهم باللي هاد الدراري ضايعين في واحد الحياة اللي صعيبة بزاف. فيجي كان ساكن حدا الكاريان وعزيز عليه يعاون الناس، وكاع الفلوس اللي كيربح كيخسرهم على المحتاجين. وولدو ما عاجبوش الحال حيت ما كيعطيش فلوس كافيه بسبب ديك الصداقه اللي كيعاون بها المحتاجين. في الخدمه فيجي شاف المدرب جديد اللي غيجي بلاصتو في الكوليج وعرف باللي وقتو سالات. واحد النهار داون وصحابو كانوا كيبيعوا التليفونات المشفوره بأرخص ثمن غير باش يدبروا على ما ياكلوا ويدوخوا الراس. صبات الشتا الدراري مشاو لواحد التيران وبداو كيلعبوا كره بواحد البيدوزه ديال البلاستيك. فيجي كان دايز بصدفه وشافهم وتصدم من المهارات اللي عندهم، واخا كيلعبوا غير ببيدوزه وبقاو فيه حيت ما عندهمش كره حقيقيه باش يلعبوا. فيجي مشى جاب كره ورجع يقلب عليهم ولكن ما لقاهمش. علاش؟ حيت داون وصحابو كانوا هجموا على الكراج ديال سامبيا وهرسوه، والبوليس شدوهم وحبسوا كل شيء. مورا ما خرجوا بكفاله اللي دار عليهم واحد من عائلتهم. فيجي رجع لعندهم ولقاهم في واحد لافيراي ديال الطوموبيلات كيلعبوا كارطه. فيجي قدم لهم عرض غريب، قال لهم نعطيكم فلوس ولكن بشرط تلعبوا كره لمده نص ساعه في النهار. والدراري حيت محتاجين الفلوس وافقوا دغيا على هاد الصفقه. فيجي بدا كيمشي للكاريان يوميا كيعطي الفلوس لداون وصحابو غير باش يلعبوا كره. بشويه بشويه بدا كيدخل لهم القوانين ديال اللعبه وكيعلمهم يلعبوا كفريق. الدراري ولفوا كره ولقاو فيها راحتهم ولاو كيجيو التيران في الوقت. وفيجي ولا بالنسبه ليهم هو الاب الروحي. في جهه الاخرى ولد فيجي لاكمان طلع ليه الدم من هذا العمل الخيري ديال باه وقرر يسافر لامريكان يكمل قرايته وخلى والديه ومشى لنيويورك. واحد النهار فيجي بالعاني ما جاش للتيران في الوقت. داون وصحابو مشاو عنده للدار كيسولوا على الفلوس ديال اللعب. فيجي قال لهم ما عنديش الفلوس باش نخلصكم. الدراري فكروا شويه ومن بعد داون قال ليه صافي بلاش الفلوس غير عطينا الكره نلعبوا. فيجي فرح بزاف حيت هذه كانت هي الخطه ديالو، يخليهم يبغيو الكره ماشي على قبل الفلوس. فيجي جمع الدراري وقال لهم باللي باغي يدير ماتش ضد المدرسه ومشى عند المدير وطلب منه ينظم ماتش. المدير في الاول ما بغاش وقال ليه هاد ولاد الزنقه راه موسخين وقباح، ولكن فيجي قال ليه دير هاد الماتش كهديه للتقاعد ديالي، والمدير في الاخر وافق. نهار الماتش الفريق ديال المدرسه كيتسنى وفجاه دخل داون وصحابو بواحد اللبسه اللي غريبه، لابس نضاضر ديال الشمس ومخرجين عينيهم. فيجي سولهم على هاد الحطه الغريبه ولكن ما داوهاش فيه، كانوا غير كيقلبوا بعينيهم على واحد البنت اللي زوينه سميتها بافانا كتلعب مع الفريق ديال المدرسه. بدا الماتش وفي الدقائق الاولى فريق ديال الكاريان تمارك عليهم بيت. الدراري كانوا مرونين وكل واحد كيغوت على الاخر، وفريق ديال المدرسه كانوا مركزين وماركاو عليهم ب5-0 في الشوط الاول. داون ما كانش مسوق الماتش، كان باغي غير يبان واعر وبالحطيطه قدام داك البنت اللي سميتها بافانا. الشوط الاول تسالى. فيجي دخل عليهم الفيسير وبدا كيغوت عليهم وقال لهم ضيعتوا فرصه العمر باش جبتوا راسكم قدام الناس اللي كيحتقروكم. الدراري حسوا بالذنب وبدات كتجيهم النفس، حيدوا نضاضر والحوايج الزايده وحتى الصبابط حيدوهم وقرروا يلعبوا حفيانين كيف ما مولفين يلعبوا في الزنقه باش يوريو العالم شكون هما ولاد الكاريان ديال بصح.
الماتش تبدل 180 درجه، داون ماركا بيت الاول ورجعات ثقه الكوتش فيجي. الدراري بداو كيتقلبوا على ولاد الكوليج بيت مورا بيت، وقبل 5 دقائق ما يسالي الماتش تعادلوا وسال الماتش بتعادل ومشاو للبيلانتيات. في البيلانتي فريق ديال المدرسه ماركاو جوج الاولين والفريق ديال الكاريان ضيعوهم. كلشي صحاب ليه الشهر رجعات، ولكن الدراري داروا ريمونطادا خياليه وتعادلوا عاوتاني كيف ما كدير ريال. الا كنتي ريالي ولا بارساوي خلي لينا شي تعليق في كومونتير. المهم في الكره الاخرى الحارس ديال الكاريان شد الكره ديال صحاب المدرسه واللاعب ديال الكاريان حطها في 90. ربحوا الماتش وفيجي طار بالفرحه وبداو كيحتفلوا وسط تيران. فيجي عرض على الدراري لدارو كاملين ودار لهم زرده، وتما كل واحد عاود ليستوار ديالو، ها اللي فقد والديه هو صغير، ها اللي غرق في المخدرات، وها اللي ما عندوش حتى سقف فين يبات. داون هضر بتواضع وقال باللي هو ماشي شي حاجه سبيسيال، ولكن كلشي وافق على حاجه وحده، الكره هي اللي خرجتنا من الكريساج والسرقه ورجعت لينا الضحكه ديالنا. عينين فيجي غرغروا بالدموع وقرر يكمل معاهم حتى لاخر لحظه. الدراري كان عندهم مشكل في التيران ديال التدريب، واحد البزناز كان محتل لهم واحد البلاصه، فيجي صيفط ليه انذار قانوني والراجل بدا كيهدد في الكوتش. هنا الناس ديال الكاريان كلها ناضت ونوضوا ضجه كبيره، رجال عيالات دراري صغار كلشي هجموا على السلعه ديال البزناز وحيدوها بيديهم وصايبوا تيران واعر لولادهم. تما بدات الموهبه كتبان ديال بصح، وفيجي جاتو واحد الفكره ناضيه يدير بطوله وطنيه لولاد الكاريان في الهند كامل. نهار التقاعد ديال فيجي وصل، خرج من المدرسه هو ساخط، ولكن الصدمه الكبيره كانت هي ملي وصلاتو اخبار باللي واحد من اللعابه ديالو سميتو يوغيش مات مسكين، كان كيحاول يشفر الفاخر من التران غادي حتى طاح ومات. هاد الهنود هادو حماق باش يمشيو ياخدو الذهب كيشفروا الفاخر على قله الفاخر. الكاريان كامل ولا في الحزن، وفيجي حس باللي كلشي كيتهدم. داون مشى يخلص من واحد التليفون كان باعو قديم باش يدبر على مصاريف، ولكن لقى صامبيا العدو القديم ديالو، ورجال صحاب صامبيا كيتسناو. صامبيا شد داون وبدا كيتعدى عليه ويبرد فيه الغدايد القديمه وقال ليه دابا نتحاسبوا على القديم والجديد. صامبيا بغى داون يعتذر منه، ولكن داون روحو عزيزه. داون هز واحد القرعه وهرسها على راس صامبيا وهرب كيطير. في هذا الوقت الكوتش فيجي كان كيقنع المدير ديال المدرسه باش يستعمل التيران ديال المدرسه وينظم فيه بطوله لولاد الكاريان. فيجي هز مسؤوليه على كتافه وقدر يقنع المدير، وبداو كيفرقوا المنشورات والاخبار انتشرات والهند كامله بغات تشارك في هذه البطوله. واحد الليله فيجي هضر مع داون في التليفون وقنعوا باش يسلم راسو للبوليس باش يسالي هذا الصداع كامل. داون دارها بصح ومشى قدم راسو وعطاو البوليس قتله ديال الكلاب وشدوه 3 شهور ديال الحبس اللي تحت الارض. البطوله بدات والناس من العالم كامل كيتفرجوا، ولكن وقع واحد المشكل، الدراري حيت مولفين الزنقه والزبل ولاو كيعمروا التيران ديال المدرسه بالزبل. المدير سخط وقال فيجي يحبس هاد الروينه، ولكن الصدمه هي ملي رجع فيجي بالليل لقى الدراري بيديهم كيجمعوا داك الزبل ووعدوه باللي غيخليو التيران كيشعل. البطوله سالات بنجاح والمدير اعتذر وشكر فيجي. ولد فيجي لاكما رجع من ميريكان وقرر يوقف مع الاب ديالو في هذا المشروع. الحاجه الزوينه اللي طراش هي ملي قال الاب ديالو جانا استدعاء من جورجيا باش نشاركوا في كاس العالم ديال المتشردين. فيجي طار بالفرحه وبدا كيعيط على احسن لعابه اللي شافهم في البطوله الوطنيه. لاكمان دا الاب ديالو عند واحد الوزير باش يدبروا على الدعم، ولكن فيجي نفسه حاره ما قدرش يطلب الفلوس ورجع بحالاته. ملي جاو يصايبوا الباسبورات باش يخرجوا البلاد، الدراري لقاو مشكل حيت ما عندهمش الوراق، وكاع اللي عنده الوراق الدوسي ديالو موسخ، بالخصوص داون. البوليس رفضوا يعطيو شهاده السوابق حيت ديجا هي عامره والدوسي ديالو مدفوع للمحكمه. فيجي مشى للمحكمه وبدا كيدافع عليهم. المحامي ديال الطرف الاخر بدا كيقول باللي هاد الدراري خطر ويقدروا يديروا جرائم في الخارج. فيجي وقف قدام القاضي وقال ليه شي هضره خلات القاعه كامله تسكت. قال ليه باللي هاد الدراري كيحاولوا يهربوا من الماضي ديالهم، الكره بدلت لهم حياتهم ورجعتهم للطريق الصحيح، خاصنا نشجعوهم ماشي نحطموا لهم الاحلام ديالهم. القاضي تاثر بالكلام فيجي وعطاه ترخيص باش يخرجوا من البلاد ويمثلوا الهند. في المشهد الاخر فيجي مع الفريق ديال الكاريان واصلين للمطار وكل شيء ضارب الحطيطه وفرحان. الدراري اللي كانوا كيسرقوا السناسل والتليفونات وكينعسوا غير في الزنقه دابا راكبين في طياره وغادي لجورجيا باش يلعبوا بطوله كاس العالم. هاد الحاجه اللي ما عمرهم حلموا بها حتى في الخيال ديالهم تحققت وولات حقيقه.
حتى لهنايا كتسالي القصه ديالنا. الا عجباتك ما تنساش لايك كومنت متابعه باش يبقى يوصلك كل فيديو كنحطو جديد. هادي انستغرام ديالي، نشوفكم فيديو جديد. تهلاو.